هتكلم عن خطأ شهير بيقوم به بعض الأمهات وكذلك بعض الآباء، وده بغرض تعبيرهم عن حبهم وحنانهم لأطفالهم وخصوصا الرضع، وهو القبلة في منطقة الفم. في فكرة مشهورة عند كتير من الأمهات إن الأم هي اللي مسموح لها إنها تقوم بالتصرف ده، خصوصا لو هي بتقوم بالرضاعة الطبيعية، ودي فكرة خاطئة. وخليني أضيف لمعلوماتك إن الطفل بيتولد وهو ببيئة معقمة خالية من أي بكتيريا في فمه، بس للأسف بيكتسب البكتيريا دي على مدار سنوات طفولته بسبب تصرفات شبيهة بذلك. وده بيحصل لأن إحنا كأشخاص بالغين الفم عندنا ممكن يكون فيه بكتيريا أو فيروسات أو حتى فطريات ممكن ننقلها للأطفال. وأنا حابب أتكلم على الجزء اللي يخص طب الأسنان، وهو ان معظمنا يمتلك بكتيريا المسببه للتسوس وامراض اللثه بننقلها للطفل في عمر مبكر جدا. عشان كده لازم ناخد بالنا وبلاش نعمل التصرف الخاطئ ده المضر لاطفالنا.